السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير صحتكم لاباس. كي دايرين مع شي برد مع شي شتا؟ المهم مرحبا بكم في اول فيديو ليا في القناه. ان شاء الله القناه ديالي غادي تكون متنوعه، يكونوا فيها ان شاء الله فلوغات، فيديوهات خاصين بالاقتصاد، فيديوهات خاصين بتطوير الذات. المهم قناه متنوعه ان شاء الله. دابا حنا داخلين لعام جديد، بزاف ديال الناس كيسولوا شنو بغيت نحقق شنو ما حققتش. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على الاهداف ديال 2026. ولكن قبل ما نهضروا على الاهداف ديال 2026 خاصنا نوقفوا شويه مع 2025. قبل ما نكتبوا اهداف جديده خاصنا نكونوا صادقين مع راسنا ونسولوا راسنا شنو حققنا في 2025. ماشي بالضرورة تكون شي حاجة كبيرة، راه حتى الحوايج الصغيرة حتى هي انجاز. كان مثلا صبرتي في شي موقف صعيب، تعلمتي تقولي لا، بعدتي على شي حاجة كانت كتأذيك، ولا غير فقتي باللي خاصك تهتمي براسك، هذا بحد ذاته راه انجاز. وانا متاكده ان بزاف منكم كانوا عندهم بزاف د الاهداف في 2025. كاين اللي حققت منهم شي حاجه، كاين اللي حققتهم تبارك الله ما شاء الله كاملين، كاين اللي حققت غير جزء بسيط منهم، وكاين عاوتاني واحد النوع اللي ما كيحقق حتى شي هدف. المشكل هو هذا. ودائما كنبقى نطرح على نفسي هذا السؤال، علاش بزاف ديال الاهداف ما كتحققش؟ المشكل ماشي في اننا ما كنكتبوش اهداف، كاين بزاف منكم كيكتبوا بزاف د الاهداف ولكن في نفس الوقت ما كيتحققوش. المشكل هو كيفاش كنكتبوهم. مثلا كنقولوا نبغي ننجح، نبغي نبدل حياتي، نبغي نكون احسن، ولكن بلا خطة بلا وضوح وبلا وقت محدد. دائما الاهداف كتبغي خطة، يعني كنحط خطة مدروسة. مثلا كندير مثلا كنقسم السنة، نقدر نقسم السنة 3 شهور، 3 شهور كل هدف مثلا نعطيه واحد المدة ديالو، مثلا مدة ديال 3 شهور. راهي لو وضعت غير 4 الأهداف وخدمت على كل هدف مدة 3 شهور، راه تبارك الله ما شاء الله راه إنجاز كبير. إلا وصلت الأهداف ديالي غير 4 الأهداف في العام وحققتهم كاملين، ما غاديش نحس بالإحباط. ودائما الهدف خاصو يكون واضح. بغيت مثلا نولي نفيق بكري، بغيت مثلا نلتزم بالصلاة، بغيت نبقى نفيق نصلي الفجر، راه هادو حتى هما اهداف، راه ما تستهونوش بهاد الاهداف كتجيكم بسيطه. مثلا بغيت نتعلم لغه بحال هكا. ودابا غادي ندوزو لكيفاش كنكتبوا الاهداف. غادي نكتبوا دابا غنوريكم كيفاش كتبوا اهداف ديال 2026. غنكتبوهم بوعي. اول حاجه ما تكتريش في الاهداف، ما ديريش مثلا 10 الاهداف ولا 15 هدف. لا، هاد الشيء غادي يجيك كتير وما تقدرش تحقق حتى شي واحد منهم. دائما فين ما ترجعي لهذيك الورقه اللي كتبتي فيها دوك الاهداف وهذا، غتحسي براسك محبطه. كنكتب 3 حتى ل5 ديال الاهداف، الماكسيموم 5 الاهداف كبار راهم كافيين. ثاني حاجه، الهدف خاصو يكون واضح. ماشي مثلا بغيت نرتاح ولا نبغي نرتاح، لا، خاصني نكتب نبغي نخصص واحد الوقت لراسي كل اسبوع باش نرتاح فيه. وثالث حاجه، الهدف خاصني نقسمه. تخليش مثلا هدف كبير، غادي داك الهدف الا كان كبير غادي يخوفك، غادي تحسي به مثلا دائما بحال شي جبل فوق ظهرك ما تقدريش توصلي ليه. هذاك الهدف خاصني نقسمه لخطوات، كل خطوه ديريها في وقتها. بحال مثال بسيط، الا كان الهدف ديالك هو الاستقرار المالي، ما تقوليش مثلا غير بغيت نكون مرتاحه ماديا، لا، قولي بغيت نكتب المصروف ديالي. خاص المصروف ديالك تكتب المداخيل، داكشي اللي كتصرفي، داكشي اللي كتخرجي. بغيت خاصك تكتبي نحبس شي مصاريف ما ضرورياش، يعني كنخسر غير الضروريات، اما المصاريف اللي ماشي ضروريه نقدر نتنازل عليها. مثلا تفكري ديري شي مشروع صغير غير من المنزل ديالك. كاينين بزاف ربات البيوت ما كتخرجش، كتقولك انا ما كنخرجش من
من داري. تقدر دير مشروع بسيط من دارها بالميزانية اللي هي قادرة عليها. تبيع مثلا ملابس، تصايب الحلوى، تصايب الخبز، شحال شحال مثلا بزاف ديال المشاريع صغيرة تقدر اي مرا تزاولهم غير من البيت ديالها. واخا يكون المدخول ديالهم بسيط، المهم نبدا. كنبدا خطوة بخطوة، ماشي كنبدا مرة واحدة، كنمشي خطوة بخطوة. واهم حاجة ما تقارنيش حياتك بحياة ناس وحدين اخرين، حيت انتي ما كتعيشيش ظروفهم، ظروفك ماشي بحال ظروفهم. ما كل واحد عنده الوقت ديالو، مثلا نتيا جالسه في الدار، وحده اخرى خدامه مثلا موظفه كيشطوا لها غير شي سوايع في البيت ديالها، بزاف د الحوايج. واخر حاجه، النجاح ماشي سباق، النجاح مسار.